السلام عليكم. كان يا مكان، كان الخير مال المكان، وكان الحبق والسوسان، والملك مالك الرحمن. كان في دوار بعيد كان عايش واحد الراجل سميتو الحاج محجوب، راجل معروف قبيلته بتجاربه وإنسانيته. وكان عنده واحد الولد، ولد وحيد، رباه وعلمه من بعد موت امه وهو صغير. ومنين دازت العوام وصل لباه الأجال، وعلى فراش المرض وصاه وقال ليه: يا ولدي، ياك علمتك وربيتك وقريتك، وما تخليت عليك وما خليتك، وصيتي ليك تزوج بنت الأصل من بعد موتي وفراق حبابي وخوتي. ومنين توالف فراقي وتكمل من بعدي الباقي، انوي اقصد خيمة الجواد الموجودة في دوار الجود. ومنين جا اليوم الموعود وخرجت الروح، الشاب عبد الرحمن عاش حزان، ومع المدة داواه النسيان. وهذه حالة كل إنسان. وفي يوم من الأيام تفكر وصية زواج بنت الأصل، انوى ووجد حتى لقى راسو وصل. سلم على باها السي موسى، أمها وبنتهم زهيرو. السي موسى عرفو وذكرو بخصايل باه، وبين ليه ساعاته ورضاه. وفي الحال تشجع وشرح ليهم وصية المرحوم، وطلب بنتهم زهيرو للزواج. وهنا السي موسى قال: مرحبا بولد الحاج، وتكون نسيبي هذا يوم العيد، ولكن عندي شرط واحد: إلا غضبت مراتك وجات لخيمتي ما عندكش الحق ترجعها ولا هي ترجع ليك حتى يدوز عام بالتمام. وفي الحال رد عبد الرحمن وقال: أنا قابل الشرط، ونطلب الله ما يجيب غيار ولا يكون بيناتنا عار. ايوا يا سيادنا، من بعد كمال العطية والعرس زرعات الزريعة وكبر الغرس. العرسان عاشوا حلال الايام، هو يقابل التجارة وشغل الفلاحة، وهي تقوم بالواجب داخل الدار. ومنين يرجع كتستقبلو بالوجه المبشور والبيت المجموع المنظور، ومال الدوطاب محطوط ومتول على الطيفور، وزيد عليهم الماء السخون وكل ما صعب يهون. وفي يوم من الايام دق الباب عراد، جاي يعرض لشي مناسبة ديال شي عرس، وغير كمل مهمته والمرأة تقصد راجلها عبد الرحمن. ومنين عرفت سبب الزيارة قالت ليه: عافاك، بغيت نحضر هاد العرس. وهو يقول ليها: أراني غادي غير نحضر ساعة ونرجع. وهي تجاوبو: والو، نون يكحل العيون، حتى أنا بغيت نعرف الناس ويعرفوني. المهم قنعاتو، وهو قبل ومشاو للسوق وشرى ليها كل ما بغات نفسها، ووصلها ودخلت لدار النساء اللي كلاوها بعينيهم، وحتى شي ما بغى يلهيهم حتى يعرفوا اصلها وفاصلها وشكون هو راجلها. ومنين سولو وهي جاوبات وحتى كملات. وديك الساعه نطقت وحده وقالت: انت هي مرت عبد الرحمن، تيقولوا عليك دايرك خدامه. ونطقت الثانيه وقالت: شوفوا حالتها توريكم واش هاد الزين مخلوق للشقا. ومنين كتر اللغط والملاحظات دوات وقالت: انا تنخدم راجلي وتندير غير الواجب. وهي تجاوبها واحد الفضوليه: ايوا سير الله يجيبك على خير، راكي في دار غفلون، راه الراجل اللي تيبغي مرتو هو اللي كيدير كل شي، وهي كتبقى غير مقابله وجهها في المرايه وتنعس مزيان باش ترتاح. راه الا بقيتي هكا غادي تدبالي وفي شي نهار يتزوج عليك وتلقاي الماداك يا مسكينه. المهم عيشوها في اوهام روينه حتى تاقت وزعما راه عاقت. ومنين رجعت للدار ونوات تشعل نارها، صبحت ناعسه، ما كاين لا تاويل ولا ناويل، لا فطور ولا حتى الوجه المبشور. وهو يقول راجلها مع راسو: معليش، يمكن باقا عيانه من سهرة العرس. ومنين دازت الايام ما بقى كلام،
الحلم تفك وما بقاشك. وهو يقول: ايوا ياك ما هي انا ولا سخفانه، واش نجيب لك الحكيم؟ وهي تقول ليه: زهيرو، انا مرتاحه وحاسه بالراحه. وفي ديك الساعه جاوبها: غير شفتك تبدلتي وتغيرتي، الفوضى قدامك، وشكون اللي يدير شغلك من غيرك؟ قالت ليه: انت. جاوبها وقال: انا راه مقابل الفلاحه والتجاره، وشحال من مره عاونتك، واش نسيتي ولا سهيتي؟ قالت له: منين ترجع قابل شهر الدار، ماشي انا خماسه ديالك. ايوا هنا تزايدوا في الكلام، وبدات الحرب من بعد السلام. ايوا يا سيادنا، منين حمى الطرح والكلام بدا يجرح، زهيرو قررت تغضب وتهرب وتقصد خيمة الوالدين، حيت دخل بيناتهم الشيطان اللعين. ايوا يا سيادي، راها ماشي قليله. وكان كل صباح كيرمي حجره في السطل، وعرف راسو منين قبل هاد الشرط وحل. وفي اخر حجره رجعت في وجهه النظره، وبالزربه وجد السبنيه والدفينه والنفقه من المدينه، وقصد دوار الجواد وما كرهش يطير به العود. وملي شافو بات زهيرو قرر يستعمل تعبيره وخرج العين الحمراء، وحتى هو دار ليه سلام عليا وقوس عليه الطاقية، وغداه غير طعام عدي. وكل ساعة كيقول مع نفسه: مسكين سيبي، غير سمح لي أولدي. وفي الليل عشاه بطيب وهاري ونعسو على الشواري. ومنين تناص الليل قصدو نسيبو، قال ليه: نوض السي عبد الرحمن العزيز، نعس في بيت الضيافة، أراني كنشوف ذاتك في قافة بالبرد الشديد، نتمنى غدا يكون عندك نهار العيد. ومن بعد قليل جات مرت عبد الرحمن وقالت اللي ناعس على الشواري يسحب ليها راجلها: سمح لي يا الحبيب، انا عارفك ولد الخير، هما ضيفوك بحالي لا ما عرفوش اصلك وفصلك، ويوا معليش نوض تاكل هاد الشهواد الحمام. وباها ملمد مزيان وقاطع الزي، وهي مسكينه ظنت باللي تدوي مع راجلها، لكن باها كان مقدر حالها. ايوا يا سيادنا، مني جا الصباح وكل شي قال يا فتاح، ونوار الورد بالعطر وفاح. البو صبح وربح على نسيبو وقال ليه: سمح لي على البارح، كنت بغيت نجربكم، نوض على سلامتك، مرتك باغياك من القلب، كون هاني عمرها تغضب. وفي الليل مني قادو الجلسة وطوالت السهرة، حكى ليهم وحكات لهم قصتها مع العيالات، واتفقوا ينساو اللي فات. ومن بعد ما بقى غير قولها وضحك عليها، حين تهم الدنيا كيبقى فيها. وغير رجعت للدوار ودارت الايام. واحد النهار جا العراض يعرض لشي عرس، وهي تقول: زهيرو، البركه في راجلي عبد الرحمن يحضر، انا عيانه وما فيا ما نهضر. ايوا هكا حكايتنا مشات مع الواد، وراكم فهمتوها يا الجواد. وشكرا.